بالنسبة بقى يا جماعة لأداة المعرفة اللي هي بنقول عليها the definite article، اللي هي من الخلاصة كده the، الخلاصة اللي هي ايه؟ the بتستخدم دايما مع الأسامي اللي أنا محدداها هي بعينها. زي ما اديت حضرتك مثال في الأول، قلت لك أنا عندي بول اوف ابلز، بولة مليانة تفاح كله أحمر ما عدا تفاحية واحدة بس خضراء، فقلت لك أنا عايز آكل التفاحة الخضراء. انا قصدي على حاجه معينه، قصدي على حاجه ايه معينه، يبقى في الحاله دي حضرتك ما دام انا معرفها يبقى هتستخدم ده. طيب تعالى نشوف كده المثال اللي معايا، بقول هنا ايه؟ The British school costs an arm and a leg. واخدنا التعبير ده يا جماعه قبل كده. costs an arm and a leg يعني very expensive. ده ايديم بيتقال لما تكون حاجه غاليه جدا، فاقول ايه؟ it costs an arm and a leg. فانا عايزه اقول ان المدرسه البريطانيه بعينها دي اللي انا قصدي عليها. يبقى تاني ده اداه معرفه، اداه ايه؟ معرفه وليست نكره. طب ليه؟ لان انا محدده حاجه بعينها، بتكلم على حاجه بعينها. زي ما جيت قلت لك بص بقى تعالى عشان ده هيخش دلوقتي في البوينت اللي بعد كده. انا لو تفتكر في الاول لما قلت لك انا شفت كلب في الشارع، بص كده قلت ايه؟ I saw a dog. وانا قلت قبل كده لما بقول حاجه او بذكر اسم لاول مره ده بالنسبه لي يعتبر نكره، فطبيعي ان انا استخدم a. طب انا عايزه اقول ان الكلب ده كان كيوت قوي، عايزه اوصفه ان هو كان كيوت كده ولطيف، يبقى انا كده هتكلم وهخصص كلامي عن مين؟ عن الكلب. يبقى حضرتك هنا الجمله تروح قايلها لي كده بقى. The dog was cute.